تعالوا بسرعة كده اقول لكم على كام حاجة مهمة جدا. انا الفيديو ده منقسم لجزئين اتنين، جزء اللي هو الاسكان اللي محدود الدخل، وجزء للسكن دار مصر وجنة مصر واسكان متميز، والكلام اللي هو او الطرح اللي هو نازل يوم 27/10 وهينتهي يوم 26/12 اللي هو الشهر اللي احنا فيه ده. نازل الشهر اللي احنا فيه ده شهر 10 2024 وهينتهي في شهر 12 2024. هو ده اللي انا مصوراه دوت، هي دي دار مصر. دي دار مصر اللي نازل فيها الطرح بتاع 27/10 وهينتهي يوم 26/12 شايفين؟ هو ده الكومباوند بتاع دار مصر يا جماعه. الطرح ده غير طرح سكن لكل مصري اللي هو محدود ومتوسط الدخل، غير بتاع الغلابه الناس التانية خالص، ده فوق متوسط الدخل. اسمعوا الفيديو كامل عشان بعد ما تخلصوا دار مصر هتلاقوا جزء في اخر الفيديو بيتكلم عن سكن لكل المصريين انتوا كلكم منتظرين. فعشان الناس بس ما تلخبطش وعمال يجي لي كومنتات احنا احترنا، احنا تهنا، طب احنا في انهي اتجاه، هنقدم في انهي مكان، الدنيا رايحه بينا فين. انا حبيت اعمل لكم الفيديو ده منقسم لجزئين اتنين، جزء اللي هينزل او اللي نازل اول امبارح اللي نزل يوم 27/10 وهينتهي يوم 26/12، وجزء هيبقى عن سكن لكل المصريين هينزل يوم 18/11 وهينتهي يوم 24/12 دوت اللي هو سكن لكل المصريين بتاع الغلابه يا جماعه اللي الناس كلها منتظراه. لكن بصوا انتوا شايفين الكومباوند عامل ازاي؟ ده اللي نازل فيه الطرح في مدينه العاشر من رمضان. انا زي ما قلت لكم هو نازل في 15 مدينه، بس انا مصوره الطرح اللي نازل في مدينه العاشر من رمضان. هي دي دار مصر نازله في مدينه العاشر من رمضان. ده كومباوند زي ما انتم شايفين كده، داخله وحده سكنيه فيها اسانسير، عليها امن، فيها بوابتين، اللي بيطلع ويدخل بيدخل من البوابتين دول، يعني مفيش اي مخرج ولا مدخل غير البوابتين بتوع دار مصر دول. اللي بيدخل حد شخص غريب او حاجه بيقول هو رايح فين ويسيب بطاقته وهو طالع بياخدها. فده اسمه كومباوند دار مصر. كل دار مصر بالشكل الجميل ده، عشان كده هي تستحق الاسعار دي. ايوه هي تستحق الاسعار دي، هي اصلا بسعر السوق اغلى من سعر الطرح. بس عايزه اقول على حاجه، لو هناخدها اقساط هتبقى بسعر السوق، ماشي. بس الاحلى بقى في الاقساط انها ايه، ان انت بعد كام سنه 5 أو 7 سنين لو انت اتقسط على نظام السداد فيها على 3 و7 و5 سنين، فده بيفيدك في ايه بقى؟ ان انا بدفع الفلوس دي كاش مثلا، لا ده انا هدفعهم على كل شهر او هدفع كل 3 شهور. فهي دي دار مصر. تعالوا اقول لكم، نازل 15 مدينه، نازل 15 مدينة، نازل في سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز في بعض المدن الساحلية. الموقع بتاع أو أنا هجيب كراسة الشروط منين؟ مفيش كراسة شروط للطرح دوت. نازل على موقع مسكن، حابب الناس حابة تقدم، نازلة على موقع مسكن محور الوحدات السكنية، على الرابط الخاص بتاعهم بتاع وزارة الإسكان. هتعرف كل التفاصيل والدنيا فيها ايه. بس بتقدم بصورة البطاقة بس لو انت مش متزوج، و100,000 جنيه مقدم. وفي بعض المدن فيها 100,000 مقدم غير 2000 مصاريف إدارية، وفي بعض المدن فيها 500 جنيه مصاريف إدارية. المقدم لو انت ما استلمتش بتاخد المقدم 100,000 بس، اللي فوق كده مش بتاخده، ماشي. لو انت متزوج بتاخد صورة بطاقتك والمدام وصور الأولاد القُصّر لشهادة الميلاد بس. عامل لك الدفع بثلاث نظم، دفع بالفيزا وفوري، وفي تحويل بنكي من بنك لبنك يعني. بس الدنيا حلوة قوي والدنيا تمام جدا. في اقساط هتوصل، عايزه اقول لكم على حاجه، اقساطها بتبقى غاليه عشان الناس اللي هتقدم، الاقساط بتاعتها غاليه. في اقساط هتوصل 35,000 جنيه، وفي اقساط هتوصل 25,000 جنيه، وفي اقساط هتوصل اكتر من كده او اقل من كده حاجه بسيطه. طيب ايه الموديل اللي نازل فيها الطرح دوت؟ انا منزله فيديو نازل امبارح، اتفرجوا عليه بكل التفاصيل، بعدد الوحدات وكل مدينه وحده قد ايه، وسعر المتر، وسعر الشقه التوتال بتاع الشقه من كام لكام. هما نازلين 6575 وحده سكنيه، ماشي. ده فوق متوسط الدخل زي ما قلت لكم. طيب ذوي الاعاقه او مش عارفه يعني عشان مش هقول حاجه بس حد يزعل مني، او اللي هو بيسموها ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه، هيكون لهم 5% من التخصيص دوت، يعني لهم 330 وحده. اهم حاجه يكون معاك كارت الاعاقه اللي يثبت الاعاقه بتاعتك. هو مش عامل لك بقى تخفيض ولا عامل لك اي حاجه، لكن ليك نسبه ان انت تقدم وتستلم شقه. يبقى احنا اتكلمنا كده عن ايه، عن دار مصر، وشايفين شكلها عامل ازاي، وتستاهل. التوتال بتاعها والمقدم بتاعها غالي، وبعد ما اسمك بينزل بتدفع مبلغ كبير لحد ما توصل مش عارفه كام في المية من بصوا التفاصيل دي كلها، عشان برضو مش يقول انت مش عارفه ازاي. التفاصيل دي كلها انا عاملاها في فيديو غير الفيديو دوت، اسمعوا عليه او اسمعوا. طيب سن، مفيش سن، اهم حاجه ما تكونش اقل من 21 سنه. طيب احنا كده دخلنا بقى، خلصنا كده دار مصر
وسكن مصر. هندخل بقى على دوت شقق محدود الدخل. ايه ده انت فين هنا؟ انا دخلت كده على سكن لكل المصريين اللي هو نازل شقق محدود الدخل. الله على الجمال ده بقى اللي هو ايه، ده اكبر طرح نازل لمحدود ومتوسط الدخل، وفي استلام فوري وفي استلام بعد 3 سنين. ده اللي الحكومه منزلاه، الطرح ده اللي كل الناس منتظراه من 21 سنه ل 50 سنه، ده لمحدود الدخل. متوسط الدخل من 21 سنه لحد سن المعاش. طيب برضو ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه برضو ليهم نسبه في السكن دوت، وتقدر تقدم بكارت الاعاقه بتاعك. اهم حاجه كارت الاعاقه عشان يثبت الاعاقه بتاعتك. نازل 78,000 وحده سكنيه، نازل 78,000 وحده 78,730 وحده سكنيه. نازل وحدات كتير، في من 75 متر ل 90 متر بتبقى بالشكل ده يا جماعه. هو ده بقى الاسكان الاجتماعي المحدود الدخل اللي بينزل لمقدمه بيبقى مثلا 20,000 وفي ب30,000. 30,000 90 متر، 20,000 ل70 متر. كمان منقسم لقسمين. لسه أول مرة ينزل طرح محدود الدخل ومتوسط الدخل أو محدود الدخل ينزل بالشكل الجميل دوت، إن يبقى فيه إيه بقى، يبقى وحدات جاهزة للتسليم، ووحدات هتبقى بعد 3 سنين، وهيبقى فيه وحدات في المدن الجديدة ووحدات في المحافظات. هو ده شكل الإسكان الاجتماعي. ده اللي مقدمه كان بقى 90 متر، دي شكل بالظبط هو ده اللي مقدمه. دي المدن الجديده، دي مدينه العاشر من رمضان، ده الاسكان اللي في مدينه العاشر من رمضان. شايفين تشطيبات وبتبقى جميله مش وحشه، جميله جدا جدا يا جماعه. ماشي، بس مش كومباوند بقى مقفل وكده، لا، بس بالعكس ده فيه خدماته وكل حاجته جاهزه. غاز، ميه، كهرباء، بيسلمك الشقه جميله وفيها كل المرافق. زي ما قلت لكم ان نازل شقق بالمحافظات وهينزل شقق بالمدن الجديده. وانت بتقدم ركز كويس قوي، شوف هتعوز بالمحافظه ولا هتعوز في المدن الجديده، تعوز فوري ولا هتعوز بعد 3 سنين. بقى نازل فين؟ اكتوبر الجديده، ونازل برج العرب والعاشر والسادات واخميم وسوهاج وقنا وغرب قنا وطيبه الجديده والمنيا واسوان. ونازل بقى في المحافظات فين؟ زي الجيزه والشرقيه والمنوفيه والفيوم والاسماعيليه والبحيره ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء وبني سويف والمنيا. نازل كتير جدا. في شقق فيها هتبقى بحوالي 168,000 او 108 او 184,000. انا مش فاكره او متذكره، وانا حبيت بس اعرفكم الفرق بين ده وبين ده عشان الناس اللي تايهه. ماشي. طب احنا عايزين سكن لكل مصري محدود الدخل، ده هو ده اللي احنا منتظرينه، هو ده المقدم، او هو ده سوري، هو ده الطرح اللي احنا منتظرينه، اللي ب 30,000 الحلو دوت مقدم، و20,000 دوت احنا ده هو ده اللي احنا منتظرينه. في فيديو نازل كامل على القناه، اتفرجوا عليه. انا منزله فيديوهات بسكن لكل مصريين، ومنزله فيديوهات للطرح اللي هو فوق المتوسط الدخل، اللي هو الكومباوندات اللي نازله وفتحت تقديمها من اول امبارح. لكن دوت زي ما قلت لكم لسه هيفتح يوم 18/11 لذوي الاعاقه، اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه. واحنا لحد 25/11 دول ذوي الهمم. واحنا هيفتح لنا من يوم 26/11 لحد 24/12 لكافه المواطنين. ماشي. عايزه اقول على حاجه، احنا نقدم ورقنا بقى من امتى؟ القيد العائلي يطلع من امتى؟ من دلوقتي. الناس المتزوجه هي اللي بتطلع القيد العائلي بس. طب عايز شروط بقى التقديم وعايز كل التفاصيل، عندكم فيديو على الصفحه اتفرجوا عليه. لو انتوا بتابعونا على الفيسبوك تعالوا لي على اليوتيوب العاشر من رمضان مع ايناس. لو انتوا بتابعونا على اليوتيوب تعالوا لي على صفحه الفيسبوك ايناس السيد. حطوا لايك، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، اعملوا شير الفيديو عشان اكبر استفاد زي ما حضراتكم استفدتم. انا حبيت انزل الفيديو ده بسرعه وسريع كده، ويكون مش طويل عليكم، علشان الناس عماله تسالني احنا تهنا، احنا نروح فين، احنا نتجه